كتقطع البصله عادي شويه كتلقى عينك كيسيلوا بالدموع، ولكن واش سولتي علاش البصله كتخليك تبكي وكيفاش عندها هاد القوه كامله؟ فشنو اللي كيخلي العين تبكي بلا سبب، بلا جرح، بلا حزن ولا الم؟ فالبصله ماشي غير خضره عاديه، بل عندها واحد النظام دفاعي باش كتحمي راسها من الحشرات والكائنات الصغيره. في الداخل ديال البصله كاينين مواد كيميائيه مخزنين في خلايا مختلفه، فملي كنقطعوا البصله بالموس كنكسروا هاد الخلايا وكتختلط هاد المواد، وهنا كيوقع تفاعل كيميائي كينتج عليه واحد الغاز. هاد الغاز صغير كيطلق في الهواء، فيه مواد كبريتيه خفيفه ولكن مزعجه على العين، وهاد الغاز كيمشي ليها مباشره، ومنين كيقيس الطبقه الرطبه في العين الجسم كيتعامل معاه بحال شي ماده مزعجه وخطيره، وهنا العين كتفهم انه خاصها تحمي راسها وكتبدا فورا تطلق الدموع باش تغسل هاد الغاز وتبعدو عليها. يعني الدموع اللي كنشوفوها ماشي حزن ولا تأثير نفسي، بل هي رد فعل طبيعي ديال الجسم باش يحمي العين ويصفيها من المادة اللي جاية من البصلة. فكل ما كانت البصلة باقا جديدة وقوية كل ما كان الغاز أكثر، وبالتالي الدموع كتكون كثيرة. فإذا حتى نوع البصلة كيلعب دور، وكاين ناس اللي حساسين أقل لهاد المادة وما كيتأثروش بها بزاف. فالبصلة كتدافع على راسها كيميائيا، والعين كتدافع على راسها بالدموع، والنتيجة هي واحد المشهد ديال البكا اللي كنعرفوه حنا كاملين.